بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم من مطبخ أم سمسم. تعالوا نعمل مع بعض بصي الزبادي البلدي القمر 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 دي. بصي متماسكة وجميلة ازاي، بصي عاملة ازاي ما شاء الله، ولا عاملة شرش بقى ولا مية ولا أي حاجة، عاملة وش جميل جدا. وخلي بالك الزبادي دي أنا عاملاها من اللبن اللي كنت خدت القشطة بتاعته. ده لبن بقري على فكرة مش جمسي والله العظيم. وكنت واخدة القشطة بتاعته اللي عملت بيها الزبدة قبل كده. زبادي جميله قوي زي ما انتم شايفين، متماسكه قوي وعملت لي كميه حلوه. خلي بالك دي مش كل الكميه، احنا اتسحرنا منها، يعني احنا خدنا 5 كوبايات كمان من غير ده. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه ده اللبن اللي كنت غليته معاكم قبل كده وخدت القشطه بتاعته. هنا انا سبته لما فك ودفيته يا دوب. بصي زي رضعه البيبي كده، فاهمه؟ تحطي صبعك بقى كده حاجه يعني ايه، زي رضعه البيبي بالظبط، اكيد كلنا عارفين. تمام كده حبايب قلبي. معايا طبعا هنا اللبن ده زي ما انتم شايفين. لو انت طبعا عندك اللبن هتغليه وتسيبيه يبرد لحد ما تلاقيه زي رضعه البيبي كده. ومعايا علبه زبادي واحده. اللبن ده حوالي 2 كيلو ونص طبعا. اول حاجه هجيب الكوز بتاع الخلاط، هفضي فيه علبه الزبادي بتاعتي زي ما انتم شايفين. طبعا الزبادي دي جميله قوي، الزبادي البلدي بقى بتاعتنا المضمونه جدا وموفره قوي كمان. خلي بالك انا هحط علبه الزبادي، هي علبه واحده. تمام، علبه صغيره مش كبيره والله. ودول حوالي 2 كيلو ونص من اللبن. هنزل طبعا بحوالي تلت كميه اللبن او اي كميه منها مش مشكله يعني، عشان اضرب الزبادي بتاعتي ما يبقاش فيها اي تكتلات. تمام كده حبايب قلبي. وهجيب بقى كوز الخلاط بتاعي زي ما انا بوريكي اللبن. بص عامل ازاي، بوريكي بالمعلقه. هرجع تاني عشان اوريهولك. بصي اللبن دسم بالرغم ان هو انا واخده منه القشطه بتاعته، لكن برضو ما شاء الله اللبن حلو قوي اهو. زي ما انتم شايفين كده انا استفدت بالزبده، خدت القشطه بتاعته عملت زبده. وباقي اللبن اللي انا بعمل بيه الزبادي ده، هعمل زبادي وهعمل رز بلبن وهعمل بصي كل الحلويات منه كانك مش واخده منه اي حاجه. بالعكس انت استفدتي بالزبده واستفدتي باللبن في نفس الوقت. تمام كده حبيب قلبي. هضربه في الخلاط كام مره كده. وهنا طبعا هكون مجهزه معلقتين من السكر، لو انت مش حابه تحطيهم بلاش، بس انا بحطهم ليه لو انت عندك اطفال. المعلقتين السكر دول بيفرقوا في الطعم، بيشيلوا النزازه اصلا اللي بتبقى في الزبادي دي، وبيديها تسكيره خفيفه كده تخلي الاطفال يحبوها. تمام. يعني في اطفال يحبوا الزبادي فراوله مش عارفه بايه، لا لو انت حطيتي معلقتين سكر على اللبن دول 2 كيلو ونص، يعني كل كيلو تحطي حوالي معلقه الا ربع او معلقه. لو انت هتعملي كيلو لبن تحطي معلقه الا ربع او معلقه من السكر. تمام. بتفرق في الطعم وبتخلي الاولاد هيحبوا الزبادي، بدل مش بيحبوها يقولوا لك ميزي زعق يا ماما، لا هيحبوها ومش هيطلبوا منك زبادي فراوله تاني. تمام حبايب قلبي كده. وهنبقى نعمل على فكره مع بعض ان شاء الله زبادي الفراوله باذن الله، هنبقى نعمله مع بعض. طبعا كده انا ضربته في الخلاط لحد ما دوبت السكر. طبعا حطيت معلقتين وهنزل بيه بقى على كميه اللبن بتاعتي كلها، وهقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض زي ما انتم شايفين عشان كله يتجانس مع بعضه، عشان الخميره اللي انا حطيتها او علبه الزبادي اللي انا حطيتها. تمام. هي علبه الزبادي اللي انا حطيتها هي دي الخميره بتاعتي. في الوقت ده انا كنت حاطه ميه على النار تغلي او تسخن، يعني انا عايزاها تسخن قوي يعني. تمام. هكون مجهزه الكوبايات بتاعتي طبعا حبيب قلبي. طبعا زي ما انتم عارفين كميه اللبن دي عملت معايا ما شاء الله 16 كوبايه. وفي حاجه عايزه اقول لك عليها، ان الكوبايه دي مش قد علبه الزبادي. الكوبايه دي تعمل 3 علب زبادي، اقسم بالله تعمل 3 ممكن. وخلي بالك لو في كوبايه كمان ممكن تعمل 4. تمام كده. فطبعا دلوقتي الكميه دي ما شاء الله عملت لي 16 كوبايه. كوبايه حلوه كبيره، مش علب الزبادي اللي قطمه وجري، لا دي هتاكلي تشبعي منها كمان. تمام. يعني مش قادره اقول لك الكوبايه ممكن ما تقدريش عليها كمان، ممكن تفيد منك. تمام حبايب قلبي. عملت لي 16 كوبايه. 16 كوبايه. انت بتشتري علبه كوبايه الزبادي او طبق الزبادي دلوقتي بكام؟ بتشتري ب5 جنيه. لو حسبتي الحسبه هنا، انا حبه اللبن دول الكيلو اللبن البقري عندنا ب15 جنيه دلوقتي. يعني ال2 كيلو ونص اسفه، 2 كيلو ب30 جنيه، ونص كيلو ب10، يعني حسبة 40 جنيه. احنا عملنا هنا كام كوباية؟ عملنا 16 واحدة. 16 واحدة احسبي على 5 بس، شوفي هيقطعوا لك بكام. تمام كده حبايب قلبي. غير كده كمان ان الكوباية هنا، الكوباية هنا 3 علب مش علبة ولا 2. تمام. الكوباية هنا 3 علب. طبعا هنا رصيتهم في الصينية وهنزل بالمية مغلية عليهم في الصينية من تحت، واكون مولعة الفرن بتاعي مسخناه واطفيه، يعني سخني الفرن واطفيه. وطبعا غطي بقى الزبادي بتاعتك دي بفوطه، غطيها بفوطه ودخليها الفرن بعد ما تطفيه. اوعي تسيبي الفرن والع، انت يا دوب هتسخنيه تخليه يبقى دافي كده وروحي قافله، ما تسخنيش برده الفرن جامد، لان الجو دلوقتي لسه برد. فطبعا يومين كده لما الجو يبقى حر عادي ممكن ما تدخليش الفرن اصلا، او ممكن ما تولعيش. غطي بقى الكلام ده كله كده بفوطه، وهدخله بقى الفرن بعد ما ولعته وطفيته، يا دوب الفرن سخنته بسيط وطفيته. تمام كده. هدخلها بقى وهنرجع مع بعض دلوقتي. انا سبتها في الفرن حوالي 6 ساعات، وده شكلها بعد 6 ساعات متماسكه جدا وجميله قوي. بعد 6 ساعات بقى تدخليها التلاجة كمان ساعتين. هو كده انا كنت دخلتها التلاجة ساعتين كمان. تمام.
يعني هي تقعد في الفرن 6 ساعات، بعدين هتدخليها التلاجة حوالي ساعتين عشان تتماسك قوي. وده شكلها طبعا زي ما انتم شايفين، احنا كنا استحرنا منها والله. يعني كده الكميه دي لو عديتي دول هتلاقيهم 11، واحنا خدنا 5 استحرنا بيهم يبقوا 16 واحده. ايه رايكم في في الجمال؟ يلا حبايب قلبي، لو لسه ما اشتركتيش يلا اشتركي. ربنا يحسن ما بين ايديكم، اتركوا في رعايه الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.